بعد نجاح سانشوك في صفقة السمك والتغلب على شيسو، قرر جونج جو أن يكون سانشوك مدير تجار مانسانج، فصدم من هذا القرار. في الليل ذهبت دايونج إلى سانشوك فقال لها: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لقد تعاونت مع شيسو للخلاص مني، أرجوك اذهبي من هنا. فقالت دايونج: أرجوك انتظر، اعتذر على ما حدث. لقد حاولت منع شيسو من عمل هذا لكني فشلت. لقد جئت إليك لسبب آخر. لا أستطيع إخفاء مشاعري عنك. حاولت لكني فشلت. لا أستطيع التوقف عن التفكير بك. لا أستطيع النوم وقلبي يؤلمني كثيرا. وتركته وذهبت. وصدم سانشوك من سماع هذا وذهب وراءها، لكنها ذهبت بسرعة. وكانت شيين تسمع هذا الحوار وبكت كثيرا. وظل سانشوك يفكر فيما حدث. كيف تحبه ابنة أكثر شخص يكرهه في العالم؟ وبكت دايونج كثيرا، وكذلك شيين على ضياع حبها من سانشوك. وذهبت مغيو إلى شيسو وطلبت منه أن تتحدث معه. قالت لها مغيو: لقد كنت عندما أقف أمامك أشعر بقلبي ينبض بشدة من كتر حبي لك، وكنت أعتقد أنك تبادلني نفس الشعور، لكني لا أعلم ماذا حدث لك. لكني لا أعلم ماذا حدث لكي تتركني هكذا. فقال لها شيسو: لن تكسبي من حبي سوى الدموع والألم، لذا أرجوك انسيني. لكن مغيو قالت: لا أصدق كلامك أبدا، هذا مستحيل. فقال لها: لقد قمت بخيانة والدك من أجل تحقيق طموحي. كيف أحبك وأنا فعلت هذا؟ أرجوك انسيني. فبكت مغيو كثيرا. وهكذا انتهت علاقة شيسو مع مغيو، وبدأت علاقة سانجوك مع دايونج. انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أحبكم في الله.